كيفاش نفهم اي درس بسهوله؟ باش تسهل المراجعه او الحفاظه ضروري تفهم دروسك. اول خطوه، تخيل عندك 5 دروس وعندك 5 ايام فقط. كاين جوج خيارات: تحفظ كل نهار شويه شويه او تجمعهم كاملين في نهار. ولكن الدراسات كتقول وكتاكد فاش التلاميذ كيراجعوا شويه شويه كل نهار كتكون النتائج متطوره وكبيره. ولكن الاغلبيه كيختار الخيار الزوج، انه يجمع كل شيء في نهار، وهذه هي اللي كيختارها العقل حيت سهله وخا هكاك ما كتعطيش نتائج اللي كبيره وزينه. يعني حاول تبقى انت ولا انت تبدا بالطريقه الاولى وتخلص من هذه العقليه نتاع الخطوات الكبار. ضروري تبدا بالخطوات الصغار باش حتى العقل يتقبلها. مثلا اثنين تراجع 3 مواد، والثلاثاء تراجع 3 مواد ولا 4 مختلفين على النهار اللي فات. هذه احسن طريقه باش تضمن الفهم الصحيح. عارف الطريقه غادي تعييك وغادي تتعبك، ولكن راه احسن طريقه باش تفهم اي درس، او احسن استراتيجيه او منهجيه، سميها كيف ما بغيتي. وامن بهذا الكلام اللي كنقولوا لك دابا. ما تنساش تابونا وتلايكي الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد. وقبل ما نكمل الفيديو ما تنساوش تدعموا الشان، ونتمنى الدعم ديالكم ان شاء الله في اقرب وقت.